أهلا بكم في آخر الأخبار. انتهت اللعنة وتحدد موعد ظهور أردا جولر مع ريال مدريد. تلقى ريال مدريد نبأ سعيدا بشأن موعد عودة لاعب الفريق الشاب أردا جولر، والذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة. وقال الصحفي المقرب من ريال مدريد توماس غونزاليس في بث مباشر إنه بإمكان الملكي الاعتماد على جولر مطلع العام المقبل في مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في 3 يناير المقبل من العام المقبل 2024. وأضاف: لقد تم دمجه بالفعل مع المجموعة ويتدرب مثل بقية زملائه في الفريق. وزاد: سيظهر جولر لأول مرة ضد مايوركا ويمكنه اللعب لمدة 10 أو 15 دقيقة، وضد أناردينيا في دور 32 من كأس الملك، وسيكون في التشكيلة الأساسية. وسيمنح ريال مدريد اللاعب التركي أول ظهور له بعد بضعة أشهر من العديد من المشاكل الجسدية التي أثرت عليه أيضا وعلى المستوى النفسي للاعب. بيلينغهام ومفاجأة أستون فيلا وثنائي إيطاليا أفضل صفقات أوروبا هذا الموسم، إذ اقتربت أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى من الوصول إلى علامة منتصف الموسم، وها قد حان الوقت من أجل تقييم تلك الصفقات التي أثارت الكثير من الجدل في صيفنا الماضي. هنا سنستعرض سويا أفضل صفقات الصيف الماضي في أوروبا وأكثرهم نجاحا حتى الآن مع فرقهم، حتى وإن كان بعضهم عانى من غيابات بسبب الإصابة. ونبدأ مع جيمس ماديسون. لم يخض ماديسون ولو مباراة واحدة منذ الجولة 11 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته أمام تشيلسي في الكاحل، ومن المتوقع عودته في يناير القادم، لكن تأثيره في تلك الجولات الأولى كان مذهلا. ربما يرجع البعض حتى نتائج توتنهام المتراجعة في الأسابيع الأخيرة لإصابته، فالفريق الذي لم يخسر أي مباراة في أول 10 جولات خسر برباعية في ليلة إصابة النجم السابق لليستر سيتي أمام تشيلسي، ثم توالت الهزائم أمام وولفرهامبتون وستون فيلا وويست هام قبل أن يتحسن الفريق مؤخرا. ماديسون نال جائزة لاعب الشهر مع توتنهام، ورغم أن إسهاماته التهديفية لم تتجاوز 3 أهداف و6 صناعات، إلا أنه يستحق بالتأكيد التواجد في تلك القائمة. ديكلان رايس لاعب أرسنال الحالي ويعد إضافة قوية للغاية لتشكيلة المدرب ميكيل أريتا فرايس، ولم يغب عن مباريات الدوري الإنجليزي سوى دقائق معدودة وبداع الراحة، ورغم مساهمته في 4 أهداف فقط بواقع هدف صنعه و3 سجلهم، إلا أنه بتأثيره على الوسط الدفاعي لأرسنال يستحق التواجد في تلك القائمة، حتى وإن كانت قيمة انتقاله كبيرة نسبيا، إلى أنها تعبر بشكل واضح عن قيمته الفعلية. باو توريس ربما تكون الصفقة الدفاعية الأفضل في أوروبا هذا الموسم. جوهرة فياريال الذي مضى حياته كلها في الغواصات الصفراء كان القطعة التي تنقص دفاع أوناي إمري ليكون أكثر صلابة وقوة ويقترب بأستون فيلا من العام الجديد في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي. توريس أظهر قوته في عدة مواجهات، أبرزها وأهمها كان في الفوز على أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي، وفي اليوم الذي لم يقدم فيه أفضل مستوياته خسر فريقه بالثلاثة أمام ليفربول. قيمة الصفقة كذلك تجعلها ربما الأفضل هذا الموسم، فاللاعب انتقل مقابل حوالي 33 مليون يورو فقط، رغم أن عمره 26 عاما وأمامه ما لا يقل عن 10 أعوام في الملاعب. جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي يقدم هو الآخر مستويات طيبة ترتقي ليكون أحد أفضل الصفقات في الدوري الإنجليزي وأوروبا هذا الموسم. رباعية الصناعات التي قدمها أمام بورثموند كفيلة بإثبات ذلك. بشكل عام دوكو سجل 2 وصنع 5 في الدوري الإنجليزي، وفي دوري الأبطال سجل 1 وصنع آخر. هاري كين النجم الإنجليزي الذي توقع البعض أن لا يقدم نفس ما كان يقدمه في صفوف توتنهام،
مع بايرن ميونخ أسكت الجميع. وقد نصف الموسمه الأول للتاريخ كين يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني ويقود المانشافت للانتصارات واحدا تلو الآخر بالرغم من صعوبة المنافسة هذا الموسم مع باير ليفركوزن. دومينيك سوبولوساي لاعب وسط ملعب ليفربول نجح بجوار أليكس ماك أليستر في منح الفريق العمق المطلوب في وسط الملعب، لكن هو بدرجة أكبر من الأرجنتيني رغم أن مهمته الأساسية ليست التسجيل، لكن له هدفين في الدوري و4 صناعات. ويكفي مشاهدة ما قدمه ضد نوتنغهام لنعرف كيف هو صفقة ناجحة ومن ضمن الأفضل في أوروبا هذا الموسم. ماركوس تورام نجم أنتر القادم من بروسيا مونشن بلادباخ يسير بخطى ثابتة نحو طريق قائمة أفضل المهاجمين في العالم، فبعد تألقه في فرنسا وألمانيا أظهر قدرة كبيرة على التأقلم وقدم نصف موسم أول رائع مع الإنتر. تورام سجل 8 أهداف في كل البطولات وصنع 10، وتأثيره في الدوري الإيطالي لا يضاهي سوى قلة قليلة، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين. روميلو لوكاكو لاعب الأنتر السابق ونجم روما الحالي عاد اكتشاف نفسه رفقة المدرب البرتغالي الاستثنائي جوزيه مورينيو بعد فترة من التخبط سواء في تشيلسي أو أنتر. لوكا هو رابع هدافي الدوري الإيطالي ب8 أهداف، وهداف فرقته بشكل عام مسجلا 13 هدفا في كل البطولات، ولديه مساهمتين في الصناعة. اللاعب البلجيكي منح روما الكثير من النقاط، لعل أبرزها كان بهدف الفوز على ليتشي والتعادل مع فيورنتينا ومثله مع تورينو، ويعد بالتأكيد من أفضل صفقات الموسم. جود بيلينغهام لا شك أنه اللاعب الأكثر تأثيرا هذا الموسم في كل الدوريات. جود بيلينغهام هداف ريال مدريد واللاعب الأفضل ربما في الموسم، ليس مجرد الصفقة الأفضل. النجم الإنجليزي كان الأبرز في صفوف الملكي خلال النصف الأول من الموسم، وكان حاسما في العديد من المناسبات أبرزها الكلاسيكو الذي سجل فيه ثنائية منحت ريال مدريد الفوز بعد التأخر بهدف نظيف أمام برشلونة. وربما دون إسهاماته التهديفية لكان الملكي في مركز متراجع بترتيب الدوري الإسباني. لا تنسونا من عمل الإعجاب للقناة والاشتراك فيها.